السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا زينا بقى من الفراخ المسلوقة والمحمرة وكده، فقلنا النهاردة نعملها مشوية بطريقة حلوة اوي وسهلة وبسيطة مع بعض. اول حاجة احنا عندنا قطعتين فراخين عشان طبعا انا باكل لوحدي، وجبت بقى ايه بصلتين كبار كده، قطعتهم بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده، بصل ابيض على احمر. بصوا، وبرده طماطم مقطعة برضو رفيع خالص كده. ما كنتش لسه جبت فلفل، هحط الفلفل في اخر الفيديو. طبعا الفلفل برضو تجيبيه وتقطعيه بنفس الطريقة. وبعدين حطيت طاسة على النار فيها شوية زيت، وبعدين نزلت بالبصل كده زي ما انتوا شايفين. هفضل بقى اقلب فيه كويس كده لحد ما يبقى مكرمل وجميل ما شاء الله. بصوا، هفضل بقى ايه اقلبه كده عشان مفيش حاجة تتحرق مني، يدوب بس يبقى مكرمل. وهنزل بقى ايه بالطماطم، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه تاني. مش هحط على اي بهارات دلوقتي، الطريقة دي سهلة وبسيطة وحلوة جدا وكأنها مشوية وكمان من غير فرن، لان طبعا الفرن عندي بايظ. كل حاجة هنا في السكن ده بايظ، مفيش فرن، مفيش حاجة. انا خلاص قرب يكرمل معايا اهو. هبدأ بقى ايه انزل بالطماطم وانزل بالفلفل لو عندك فلفل يعني، بس انا ما كنتش جبت لسه فلفل، بس انتي لو متوفر عندك انزلي برضو بالفلفل. هفضل بقى اقلبهم شويه كلهم مع بعض كده لحد ما الطماطم تتبل هي كمان معايا. هبدأ احط عليهم شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه شطه اسوانيه. اول ما بفتح الكيس بفضل اعطس، صعبه قوي، حرقه جدا. وورق لورا كده مرضتش احط حبان، قلت الحبان هيضيع في وسط الاكل مش هعرف اخرجه. حطيت ايه ورقتين لورا بس كده. بصوا خلاص ما شاء الله حلوة قوي كده. ابدا بقى اخرجها اطلعها في طبق. وده الفراخ كنت غسلاها كويس بملح وليمون وخل. هبدا بقى اصفيها من المية دي، احطها هنا واحط على التتبيله، واحط ايه التتبيله دي تحت الجلد بتاعها برضو زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى حلة على النار واحط فيها مكعب مرقه، واحط فيها شويه فلفل اسود، شويه بابريكا، وشويه ايه تاني، شويه كركم. واقلبها ايه كويس كده مع بعضها. ده ايه هحطها على الفراخ لان طبعا ما كانش عندي شوربه. الفراخ كده تستوي ازاي من غير اي شوربه تسويها ولا اي ميه؟ مرضتش طبعا احط ميه سخنه كده من غير اي حاجه، فقلت ايه احط عليها مكعب مرقه وحاجات يعني طعمها كده. وبعدين بقى انزل بالميه دي على الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، طبعا ميه مغليه. واسيبها بقى ايه تغلي كده مع نفسها عشان تسوي لي ايه الفراخ. بصوا ما شاء الله حلوه اوي الطريقه دي، سهله وبسيطه. بدأت ايه ما شاء الله تغلي. هنعملها زي المشوية بالظبط واحسن كمان ومن غير اي فرن. بصوا ما شاء الله الشوربة بتاعتها جميلة زي العسل، زي السكر. هنا خلاص كان كمية الفراخ بدأت ايه ان هي تتشرب الشوربة دي. بصوا ما شاء الله. جبت هنا ايه معلقتين صلصة، لو عندك كاتشب ينفع. هنا معلقتين صلصة وعليهم شوية زيت وعليهم شوية خل وعليهم شوية سكر. وبدأت بقى ايه ان انا ادهن بيهم كده الفراخ زي ما انتوا شايفين، واقلبها على الناحية التانية معايا ما شاء الله هي زي المشوية. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم.